الكومنت ده بيتكرر كتير جدا، كتير من اولياء الامور بيبعتوا لي بيقول لي لو سمحت ممكن ترشح لنا بعض المدارس اللي فيها امريكان او الكلام دوت، سواء كانت هوم سكولينج او مدارس حضوري. بصوا يا جماعه، الفكره كلها انا مش سمسار لبعض المدارس او الكلام ده خالص. بالعكس، انا بحاول افيد كل الطلبه وكل اولياء الامور وكل الناس اللي عايزه تحول من التعليم الناشونال للتعليم الامريكي. طب انت بختار المدرسه ازاي؟ انت بتختار المدرسه وفق امكانياتك. يعني مثلا لو انا دلوقتي طالب اوريدي في اولى ثانوي وعايز اخش تانية ثانوي امريكان، ممكن ساعتها تاخد لو امكانياتك تسمح انك تدفع مبلغ ما بين مثلا 40,000 45,000 50,000 في الرينج دوت، تخش بيه مدارس امريكان وتكون حوالين البيت. اوكي زي الفل. واهم حاجه تتفق معاهم ان والله يا جماعه الجي بي اي بتاع المدرسه انا عايز اخد الدرجه تكون ايه؟ تكون كامله. الكامله اللي هي بتبقى كام؟ 3.9 3.8 4 لو انت شاطر قوي. ده انت بتتفق اتفاق شفهي كده، وبتشوف الدفعات السابقه اللي دخلت المدرسه دي فعلا خدت السكور دوت كجي بي اي ولا لا. دي اول حاجه. طيب لو انت امكانياتك لا تسمح، وامكانياتك مثلا والله في رينج ال 25 30 35 بالكتير قوي، يبقى تعمل ايه ساعتها؟ بتاخد حاجه اسمها مدارس هوم سكولينج. مش شرط بقى تكون في نفس المحافظه اللي انت فيها، يعني ممكن واحد يكون في اسكندريه واخد مدرسه هوم سكولينج في القاهره، عادي جدا. ما هو اصلا في القصه كلها هي اسمها هوم سكولينج بلغتنا، ولكن اسمها اونلاين ليرنينج. وده بعض المدارس بتوفره، بس بيكون تكلفه بتكون اقل من تكلفه الحضوري. وبالتالي حضرتك كولي امر انت بتشوف امكانياتك ايه هي، وبناء عليه بتقول والله ابني هيحضر حضوري ولا هيشتغل اونلاين ليرنينج. بالمناسبه انا لا انصح تماما ان طالب يكون في تانية ثانوي ناشونال وداخل ثالثه ثانوي ويلتزم يكون مدرسه حضوري، حتى لو انت كولي امر معاك الامكانيات لده. لا، خليها هوم سكولينج. والهوم سكولينج معترف بيه عادي جدا في كثير من الجامعات، بل كل الجامعات اصلا معترف بيه، لانه اصلا هو ما اسموش هوم سكولينج، هو اونلاين ليرنينج. وفي الاخر كده كده كانك زي اللي بتحضر، ولكن بتاخد على برامج الزوم والكلام دوت، وبتاخد درجاتك عادي وبتمتحن عادي والدنيا كلها بتبقى زي الفل. فبالتالي كل الجامعات الحكوميه والخاصه والاهليه بتقبل عادي جدا. لان اصلا الجي بي اي بتاع المدرسه مش ما بيبقاش مكتوب فيه اصلا، لا بيبقى مكتوب فيه هوم سكولينج ولا مكتوب فيه اونلاين ليرنينج ولا الكلام ده خالص. بتاخد جي بي اي عادي زيك زي اي طالب بالظبط. وبالتالي انا لا انصح الطالب الثانيه ثانوي يخش ثالثه ثانوي امريكان ويحضرها حضوري في المدرسه. لا، خليها هوم سكولينج، هيكون افضل لك بكتير جدا. خلاص. لان هيبقى عندك مثلا حوالي 6 ترايلز ولا حاجه، تختار اعلى ترايل ما بينهم، وبالتالي هيبقى عندك فرصه كويسه انك تحسن بشكل كبير. ما تبقاش ملتزم بالمدرسه الصبح وفي نفس الوقت بتراجع كورساتك سواء ماث او انجلش او بيولوجي بالليل، فتحس الدنيا متكربسه عليك. فبالتالي عشان كده الثانيه ثانوي ناشونال وعايز تحول لثالثه ثانوي امريكان، انصح بالهوم سكولينج او الاونلاين ليرنينج. لو في اي كومنتات او اي تعليقات ممكن تسيبها لي وانا هرد عليكم ان شاء الله في فيديو باذن الله. اشوفكم دايما على خير باذن الله.